مين فينا مش نفسه يكتشف ذاته ويكتشف هواياته المدفونة جواه ويجدد من حياته ويطلع بره الروتين الممل اللي عامله لنفسه طول الوقت؟ طب يا ترى هل فعلا في حاجات مدفونة جوانا جميلة وتستحق إن ندور عليها وننظف التراب اللي مغطيها ومداريها؟ تعالوا نعرف النهاردة عن ازاي اكتشف نفسي وكمان اكتشف هواياتي المدفونة. اهلا وسهلا بيكم في بودكاست قلم حبر. ما تنسوش لايك وشير للحلقة، رأيكم مهم جدا بالنسبة لي، ولو اول مرة تسمعوني اشتركوا في القناة. معاكم نرمين حكيم. في بعض الخطوات اللي هتساعدك في اكتشاف نفسك وهواياتك المدفونة. 1. قم بتوجيه الاهتمام لداخلك. إنك تقوم بممارسة أنشطة بتساعدك على التواصل مع مشاعرك وأفكارك الداخلية، وفي طرق بسيطة هتساعدك في كده. إنك تمارس التأمل بشكل يومي. ركز على اللحظة اللي انت فيها بس، من غير أي قلق بالنسبة للمستقبل. ما تفكرش في أي حاجة حصلت في الماضي. حاول إنك تخصص وقت إنك تفكر بس في نفسك ومشاعرك، وإيه الحاجات اللي بتحبها وإيه الحاجات اللي نفسك فيها. كتابة يومياتك. ابدأ بكتابة يومياتك، لأن ده هيساعدك إنك تعبر عن مشاعرك وتفكيرك بطريقة مباشرة، وكمان هيساعدك إنك تفهم نفسك بشكل أفضل وبطريقة مختلفة. الممارسة البدنية زي الرياضة واليوجا، وكمان في تمارين بدنية بتساعدك في ربط العقل والجسم وإنك تحقق التوازن الداخلي. الاستماع للموسيقى، لأنها هتساعدك في إنك تعبر عن مشاعرك بتوجيه الاهتمام لداخلك. اختار الطريقة اللي تناسبك وحاسس إنها هتساعدك فعلا. 2. اكتشف هواياتك. إنك تقوم بتجربة أنشطة جديدة، أنشطة أول مرة تعملها، دي من الحاجات الجميلة اللي ممكن تعملها لنفسك، وساعتها اكتشف ايه اللي بيحسسك بالسعادة والإشباع النفسي. 3. تحدث مع الآخرين. ممكن من كلامك مع أصحابك أو عيلتك أو حتى مستشار نفسي بيساعدك إنك تشوف نفسك من خلال عيونهم. 4. اكتشف قيمك. والكشف قيمك لازم تتابع الخطوات الجاية. التفكير العميق. فكر بعمق في اللي يهمك في الحياة وإيه اللي ليه أهمية كبيرة بالنسبة لك، مثلا العطاء، الأمان، العائلة، الصديق، العدالة وغيرها من القيم. التحليل الذاتي. قيم موقفك وقراراتك اللي أخدتها قبل كده، وإيه القيم اللي ظهرت في تصرفاتك وأعمالك. الحوار الداخلي. اتكلم مع نفسك واسمع لانطباعاتك ومشاعرك في مواقف وقضايا مختلفة. وزي ما قلنا إنك تستشير الآخرين في إيه القيم اللي بيشوفوها فيك من خلال معاملتك معاهم، وكمان إنك تجرب حاجات جديدة تخليك تتعرف على قيم جديدة في الحياة. 4. تفهم تجاربك السابقة. ولو عايز فعلا إنك تفهم تجاربك بشكل أفضل، لازم تراجع وتحلل المواقف والتحديات اللي واجهتها في الماضي، وإزاي اتعلمت منها، وإيه الدروس اللي اتعلمت منها. وقيم نتائج قراراتك السابقة، وساعتها هتعرف إيه الأمور اللي عايز تحسنها في المستقبل بناء على تجاربك. وخليك دايما فاكر كل تجربة سابقة هي فرصة إنك تتعلم وتنمو، وكمان انت ممكن تستخدم التجارب دي كمصادر للتحفيز والتحسين في المستقبل الحياة. انك تكتشف نفسك وهواياتك المدفونة جواك امر جميل جدا، بس مش عايز استعجال وملل. انت بتصبر على نفسك، وفكرة انك تكتشف نفسك ده امر مهم جدا ليك، وهيساعدك انك تشوف الامور كتيرة بشكل مختلف وبحجمها المناسب. فعلا الحلقة دي من الحلقات اللي ساعدتني كتير، وأتمنى إنك تكون استفدت منها أنت كمان، وتساعدك في إنك تكتشف نفسك وتكتشف مواهب وهوايات جميلة تعيش علشانها.
في نهاية حلقتنا بشكركم إنكم وصلتوا للدقيقة دي من الحلقة، وأتمنى إنكم تقولوا لي رأيكم فيها وتتابعوني دايما. كانت معكم نرمين حكيم من بودكاست ألم حب.